لو بتعاني من الصلع الوراثي وعايز تسمع نصيحة واحدة بس في الجون، فاسمع مني النصيحة دي: لا تثق في عيادات الجلدية أو مراكز الشعر، لأن البيزنس ده متدني ويتدنى أكثر وأكثر وأكثر. مع احترامي لكل الدكاترة المحترمة القليلة اللي لسه evidence based وماشية زي ما الكتاب بيقول وبتخاف على جيب المريض بتاعها وفعلا عايزة تعالج له المشكلة اللي عنده، اللي بيحصل كالتالي ان الموضوع بقى عبارة عن بيزنس بحت. لو انت شخص بتعاني من الصلع الوراثي وبدأت تروح للمراكز دي، فهيقولك او اول حاجه يعملها لك هيكتب لك روشته مليئه بالادويه. الادويه دي مكلفه جدا، ولا واحد فيهم ايفيدنس بيز، ولا واحد فيهم اللي هو اتعلمه في الكليه. هو كلها تعاقدات معاه، بيكسب فلوس من ان انت بتشتري المنتج ده، والمنتج ده زيرو افيكاسي او زيرو فاعليه. بس المنتج ده صارف ماركتنج كبير، ولو دخلت على النت وجيت بحثت عنه فهتلاقي فيه انفلونسرز كتيره قابضين بيتكلموا عنه. تاني حاجه هيبيع لك الجلسات اللي عنده في المركز، يبتدي يقنعك مثلا بالبلازما وان بلاش مينوكسيديل او بلاش فينسترايد، تعالى نعمل جلسه كل مثلا 8 اسابيع. البلازما ليها فاعليه، بس فكره ان هو بيقول لك تعالى نعمل جلسات بلازما، هو مش همه النتيجه بتاعتك ولا همه مصلحتك، على قد ما همه ان انت تجيله مثلا كل اسبوعين او كل اسبوع تدفع مثلا مبلغ معين. اضرب ده مثلا في 20 كاستمر، فبقى عنده بيس سالري او بقى عنده دخل ثابت بيخش له العياده من المغفلين اللي عنده. لو مثلا واحد منهم او اتنين جابوا نتيجة مع الروتين التعبان اللي هو كتبه، فيبتدي يعملها لك على الانستجرام ويسوقها لك: شوف النتيجة بتاعت المركز بتاعي، شوف قد ايه انا جامد. وفي الحقيقة النتيجة دي انا ممكن اعملها بدواء موجود في الصيدلية ب60 جنيه. يعني انت دفعت مثلا 10,000 جنيه عشان نتيجة، واحد تاني خد نفس النتيجة دي ب60 جنيه وقاعد في البيت، ولا بيروح المركز ولا بيتحقن فروة راسه ولا الكلام ده كله. فنصيحتي ليك: لو انت رحت للدكتور وابتدى ان هو يكتب لك ادويه كتيره ما فيهاش مينوكسيديل ولا فينسترايد ولا مثلا شامبوهات بتنظم السيبم ولا شامبوهات للقشره، وابتدى مثلا يكتب لك شويه سبلمنتس مستورده او سبلمنتس تعبانه على شويه شامبوهات على شويه سبريهات على شويه منتجات مصريه، ابعد عن المركز ده. فلا تثق في المراكز دي، وخليك ماشي مع دكاترة تكون evidence based، كلامها منطقي وكلامها يتماشى مع العلم، عشان توفر على نفسك فلوس وتوفر على نفسك وقت، وفعلا تعالج المشكلة اللي عندك وتبقى راضي عن نفسك، بدل ما تكون صرفت فلوسك ولسه عندك المشكلة والاكتئاب بقى عندك زاد.